السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم قناه مريم قريس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا رجعت نحط الفيديوهات على اليوتيوب ديالي بعد واحد مده ديال عامين ما بقيت نزلت فيها والو. بالفضل كله تاع واحد السيده هي اللي شجعتني، يعني تنشكرها من هذا المنبر. المهم باش ما نطولش عليكم، درت معكم هذا الفيديو، هاد البسيطلات الصغار بالدجاج حلوين، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. ما دخلت معكم فيهم في التفاصيل بزاف، يعني ديجا كلشي تقريبا وجدت الحشوه ديالي، يعني ديال الدجاج قطعته، وجدت العقده ديال الحشوه ديالهم، يعني اللوز والمسائل كلهم. هنا اخديت هذا المول صغير، يعني نمره 6 هذا. درت واحد المعلقه ديال اللوز اللي مهرمش ومصاوب، ودرت العقده ديالي، ومن بعد تنعمر بالدجاج وتنسد. يعني راه الناس كل تقريبا ولاو تيعرفوا كيفاش يسدوا، يعني كيفاش يطويو البسطيطلات. تناخدو داك العجينه، داك الفائض ديال العجينه ديال الورقه، يعني تنحيدوها باش ما تجيش عامره بزاف بالورقه. صافي وتنسدها على هذا الشكل هذا. نتمنى طريقتي تعجبكم. المهم هادو درتهم انا عاديه للدار، اللي بغا يصاوبهم ويخليهم يعني في الفريكو عنده الوقت اللي حاجته، راه جبد. يعني الا جاك شي حد على غفله ولا سميتو، ولا اللي كنتي انت في الدار وتدخليهم طيبيهم دغيا تيطيبوا وهما واجدين معاك. تيجيو على هذا الشكل هذا، هادو زوينين، يعني تيجيو حلوين، من دارهم صغير، يعني تعمري بهم الطويبله ديالك. يعني الا كان عندك ضياف ولا حاجه تزيدي نتاوما تعمري بهم الطبله. انا صاوبت معكم وحده اخرى هكا كما تشوفوا، واحد المعالقه ديال، يعني ما تيهزش بزاف هذا المول، معلقه تاع اللوز مع داك الحشوه حتى هي معلقه، وتنعمر بالدجاج، يعني الجهه اللي غادي يعمر ليا الحبه. المهم هادشي اللي كاين، يعني نتمنى ان شاء الله تدعموني نتوما وتشجعوني وتوقفوا معايا، واللي وصلت معايا يعني عند الفيديو حتى لهنا، يعني دير لايك، تبارطاجي، تكتب لي تعليق، يعني نتمنى تكتب لي تعليق. وشكرا، يعني شكرا للبنات كاملين، شكرا لكم بزاف بزاف عاد، وشجعوني كما قلت لكم باش نزيد نعاود نحط يعني فيديوهات على القناه. يعني خليها تعاود تزيد تخدم ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما طيبتهم زوقتهم على هذا الشكل، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتصاوبوا تتوما كيفهم. الى اللقاء، يلا مع السلامه، شكرا.